عايزين تعرفوا عمل لو عملتوه يكون عند ربنا افضل من ان انت تجيب ذهب ودولارات كده تطلعهم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق في سبيل الله. مش عايزين تعرفوا عمل لو عملتوه يكون عند ربنا افضل من ان انت تجيب ذهب ودولارات كده تطلعهم لله؟ ففكر الموضوع وقف لحد هنا؟ استنى اسمع تكملة الحديث. وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. ده العمل ده افضل من الجهاد في سبيل الله كمان. الصحابة رضي الله عنهم استغربوا جدا من العمل ده وقالوا: بلى يا رسول الله، قل لنا يا رسول الله على العمل الجميل ده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر الله. استنى بقى ما تمشيش، جايب لك كام حديث صحيح كده بخصوص ذكر الله نتمزجوا بيهم انا وانت. اول حديث معانا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. بيستغفر ربنا كتير ده يخش مع الذين يقال عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم مر على سيدنا أبو هريرة وهو يغرس غرسة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي تغرسه؟ قال: أغرس غرسة لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة منهم شجرة في الجنة. ونأكد على الحديث ده بحديث تاني زيه كده صحيح برضو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسرى بي. النبي صلى الله عليه وسلم قابل سيدنا إبراهيم في رحلة الإسراء والمعراج، فقال لي: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وقل لهما أن الجنة طيبة التربة عازبة الماء. إن إبراهيم بيسلم عليا وبيسلم عليك وبيقول لنا أن الجنة طيبة التربة وعازبة الماء، وأنها قيعان، وقيعان يعني الأرض المستوية، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنا مش عارف أنت مستني إيه؟ قوم كده يا عم قول الحمد لله 1000 مرة، قول الله أكبر 2000 مرة، أنت وهمتك بقى. بس أهم حاجة ما تنساش إن الدال على الخير كفاعله، وما تنساش صلي على النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.